أعتقد أن هناك مساعي للتوفيق بينك وبين الدكتور سليم العوا من ناحية، وبينك وبين الأستاذ حمدين صباحي أو المستشار هشام بسويسي من ناحية أخرى. لحد النهارده حزب الوسط بيتكلم عن محاولة للتوفيق ما بينكم بحيث يعني حد يترشح والتاني لا. أخبار الموضوع ده إيه؟ أنا الحقيقة يعني الكلام ده أنا قريته في الجرائد. لم يتصل بي حد بخصوص التنسيق. محدش طرح عليك خالص؟ بيني وبين الدكتور سليم العوا محدش طرح عليا حاجة معينة. أنا أعلنت منذ مدة وكررت إعلاني مرة أخرى بالأمس أنني مستمر في مشروعي الوطني الذي دخلت من أجله خدمة هذا الوطن إلى نهاية المدى. وأنا غير مطروح عندي الانسحاب من هذه المنافسة أو التنازل بأي حال من الأحوال، وده تكرار حسما لهذه المسألة. هذا هدفه أحيانا بعض الأشياء دي بنية حسنة قد تؤدي إلى إرباك في حملتنا ماشية مستمرة الحمد لله بتكبر وبتوسع. طب هل هتختار نائب قبل الانتخابات؟ لا، ولا ده مورود. احنا مش هتختار نائب قبل الانتخابات؟ قلنا ان احنا لن نسمي نائبا قبل الانتخابات. وكل ده ملحوق حينما يكتب لنا التوفيق سنختار، لكن الذي اعلناه ان على الاقل سيكون هناك نائب من الشباب اللي اقل من 45 سنة. نائب من الشباب اقل من 45 سنة؟ اقل من 45 سنة تمكينا لهذا الشباب. ده هيبقى نائب واحد ولا؟ لا، قد يكون اكتر من نائب، لكن